السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة بإذن الله هنعمل طريقة القلقاس بطريقة جميلة، وكمان طريقة زمان، طريقة أمهاتنا الله يرحمهم ويسامحهم. طريقة طبعا معتمدة، طريقة جميلة جدا مميزة. هتعمليها ان شاء الله ويعني هتنول رضاكي. هقولك على كل تفصيلة في الفيديو، ازاي تنقي القلقاس، ازاي تجيب الخضرة وتكون الكمية يعني بتاعة الكيلو والنص والكيلو وزيادة. هقولك على كل حاجة. بس انت لو اول مرة تتفرج على قناتي ما تنسينيش في عمل اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك مني كل جديد. اول حاجة نسمي الله ونقول احنا يعني عملنا الوصفة ازاي. اول حاجة، لما تيجي تشتري القلقاس، اشتري القلقاسة اللي تكون مدورة، ما تكونش جاية بالطول، علشان القلقاسة لما تكون جاية مطاولة بيطلع القلقاس طعمه مش حلو، وفي نفس الوقت بيسود معاكي، وفي ساعات بيجلد وما بيستويش بسرعة. اما القلقاسة اللي تكون مدورة بتكون طعمها مميز، طعمها جميل، ما بتسودش معاكي، وكمان بتبقى طعمها جميل. فاول حاجة انا جبت القلقاسة المدورة، قطعتها طرنشات، وبعد كده هقطعها بالطول، وقطعها يعني مربعات، علشان خاطر بعد كده بكون محضرة الكاتل فيه مية مغلية علشان انقع القلقاس فيه، عشان يعني انزل المادة اللزجة اللي فيه. طبعا هي في ناس بتمسحه بالمنديل، فانا جربت الطريقة دي ما عجبتنيش. انا صراحة يعني الطريقة دي معتمدة، طريقة والدتي، طريقة حماتي الله يرحمهم. ف يعني ما بعتمدش غيرها وما بعملش غيرها، علشان خاطر دي الطريقة اللي بتطلع يعني ناجحة وبتطلع جميلة. وانت ان شاء الله هتجربيها وتعجبك بإذن الله وتنجح معاكي من اول مرة. زي ما انتوا شايفين انا قطعته مكعبات، وبعد كده هجيب بولة واضيف عليه المية المغلية، واسيبه لغاية يعني 5 دقايق كده او 3 دقايق، لغاية يعني لما يبرد معايا عشان اعرف اغسله. بعد كده هغسله مرة واتنين وتلاتة واصفيه في المصفى، واكون محضرة شوربة على النار، اي شوربة عندك، شوربة فراخ، لحمة، بط، اي شوربة بيبقى طعمه جميل طبعا بالشوربة، ما تعملوش بمية. لازم القلقاس يتعمل بشوربة عشان يبقى طعمه لذيذ. بس كده. بعد كده بكون جايبة الخضرة بتاعتي. الخضرة طبعا عبارة عن سلق وشبت وكزبرة. باخد الورق بس، والعيدان طبعا ما بستعملهاش. السلق اول حاجة باخده بغسله كويس قوي، وبعدين بنقعه برضو في شوية مية مغلية لمدة 3 4 دقايق، وبعد كده بنشله واحطه في الخلاط بضربه. وبعد كده بكون طبعا محضرة في الوقت ده، يعني بنقعه لغاية لما القلقاس بتاعي يغلي غلوة والتانية، وبس غلوتين بس عشان ما يتهريش مني. وبعد كده بجيب السلق بعد ما اضربه بصفيه بالمصفى. يعني حاول ان انتي تصفيه كويس قوي عشان ما يطولش معاكي في لما يجي يتحمر على النار. صفيه كويس قوي من يعني ما تخليش فيه نقطة مية. وبعد كده طبعا بتركنيه على جنب لغاية لما تحضري الكزبرة والشبت وراس من الثوم، بتقشريها وتضربيهم في الكبة او تدقيهم في الهون. اي حاجة يعني اللي متوفر عندك اعملي بيه، كله ماشي.
تمام. زي ما انتوا شايفين انا جبت السلق بعد ما ضربته كويس قوي في الخلاط. بصفيه على الشوربة على القلقاس. بس زي ما انتوا شايفين انا صفيته كويس قوي، ما خليتش فيه نقطة مية. الخضرة دي اللي قطعتها، قطعت الكزبرة وقطعت الشبت وقشرت الثوم، يعني حوالي راس ثوم. بحطهم في الكبة بضربهم كام ضربة كده لغاية لما يتقطعوا معايا تقطيع صغير. بعد كده بصفيهم وبكون محضرة طاسة على النار. هنا انا بوريكي القلقاس اهوت، يعني يعتبر استوى. بطفي عليه واحضر بقى الخضرة بتاعتي. الخضرة اللي عبارة عن كزبرة وشبت وتوم. بحط طاسة على النار، بحط فيها سمنة زيت اللي عندك المتوفر. انا حطيت سمنة وزيت. وبعد كده بحط الخضرة بحمرها لغاية لما التومة تصفر معايا. بكون محضرة معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة بضيفها عليها. وبعد كده يعني لما التومة تصفر ما تكونش يعني بتصفر ما تحرقهاش، عشان خاطر لو حرقتيها بتبقى بتمرر معاكي القلقاس. فانت يا دوبك كده، يا دوبك يعني تصفر معاكي، يعني تدي اللون كده، تديلك اللون، توصل للون الذهبي. وبعد كده تطفي عليها وتحطيها على القلقاس وتغلي غلوة وتطفيها، ويبقى كده القلقاس جاهز معاكي وبألف هنا وشفا مقدما. بتحضري بقى جنبه رز ابيض، رز بالشعرية، اي حاجة انت بتحبيها. انا حضرت رز بالشعرية جنبه. وطبعا مخلل عندك مثلا، لو هتعملي مثلا فراخ، هتعملي لحمة طبعا بتبقى عندك يعني بتقدميها. انا كان عندي شوربة، ما كانش عندي فراخ. ف فيعني لما يكون عندك شوربة ما ترميهاش، بتنفعك في الحاجات اللي زي دي، الملوخية، القلقاس. وبتكون وجبة جميلة جدا ومتكاملة وبألف هنا وشفا مقدما. ولو عجبك وصفتي يا ريت ما تنسينيش في عمل اللايك والاشتراك، والسلام عليكم.